بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا أستاذ زياد القاسم، السيد الكاتب العام للعمالة، السادة المنتخبون، زملائي الأساتذة، أبناء التلاميذ، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن ألتقي في هذه الوجوه الطيبة في هذه المدينة العامرة، ويسعدني أكثر بأن ألتقي بمن اعتبرتهم فلذات كبدي خلال كلنا يعلم أن اللغة العربية تجابه العديد من التحديات، وحينما نتتبع ما يذكر من تحديات نجد عادة ما يذكر صعوبة اللغة العربية أو الهوة الفاصلة بين اللغة الدارجة واللغة الفصيحة، أو اعتماد المغاربة للغة الأمازيغية بالإضافة إلى اللغة العربية، أو وجود لغات أجنبية وعلى رأسها اللغة الفرنسية التي تملأ رفوف ومكاتب جل الإدارات العامة والخاصة إلى غير ذلك من التحديات. سنحاول في هذا العرض المتواضع بما يمكن أن يسمح بالوقت أن نتناول وجوه هذه التحديات ومدى صحتها، وقبل أن نتناولها لابد من الإشارة إلى أكبر عائق الذي يولد هذه العوائق كلها، وهو عائق موروث في العديد من الأجيال أكثر من جيل، وهو أن اللغة العربية ليست لغة علم ولا لغة تقدم. وقد سمعت أنا ما زلت في المرحلة الإعدادية من بعض أساتذتي وهو يقدم لي نصيحة بأن أتخصص في لغة من اللغات، لأن اللغة العربية كما ذكر لي بلساني في ذلك الوقت ما تتكشف. ما زلت أذكر هذه الكلمة، وكانت هذه الكلمة دافعة لكي أتوجه للتخصص في اللغة العربية، رغم أن ميولي كانت علمية رياضية بالدرجة الأولى. والآن حينما نستعرض هذه العوائق التي ربما تولدت عن هذا الجانب بالذات، عن هذه الفكرة المخزنة في ذاكرتنا وفي لاوعنا وفي لا شعورنا. صعوبة اللغة العربية مقولة زائفة، لأننا نجد الآن العديد من اللغات وبعضها رائدا أصعب من العربية أضعافا مضاعفة، حيث إننا نجد بعض اللغات أن التلميذ قد يصل إلى المرحلة الإعدادية وهو يتكلم هذه اللغة لغة وطني، لكن لا يستطيع أن يكتبها كل ما يسمعه لصعوبة الكتابة بهذه اللغات. وأقصد بالذات اللغة اليابانية واللغة الصينية وما شابه. فمع ذلك محتفظون بلغاتهم متشبثون بها ولا يبنون عنها أبدا. أما القول بأن اللغة العربية هناك هوة فاصلة بين الفصحى والدارجة فهو أمر مقبول أيضا، لأننا نجد العديد من اللغات العالمية أيضا فيها هوة كبيرة بين الفصحى والعامية. وأقرب مثال لنا جغرافيا الإسبانية، فاللغة الإسبانية لغة قشتالية الكاستليانو، وهي اللغة الفصيحة حينما نقارنها باللغات التي يتحدثها الإسبان في الجنوب، في الأندلس، في الشمال، برشلونة،
نجد أن هناك فرقا كبيرا إلى درجة عدم التفاهم على الإطلاق. إذا المشكل إذا كان مشكلا لا يتعلق فقط باللغة العربية. أما أن الدارجة أن تكون في حد ذاتها، الدارجة المغربية أن تكون في حد ذاتها عائقا في تعلم الفصيحة لغة الفصيحة، فهذا أيضا مردود، لأن اللغة الدارجة عندنا اللهجة الدارجة المغربية هي أقرب الدوارج واللهجات العربية إلى اللغة الفصحى، رغم ما يظنه العديد من الناس بأن اللغة المصرية أو غيرها من اللهجات هي أقرب إلى الفصحى. لا، بالدلائل الملموسة اللغة الدارجة أو اللهجة الدارجة المغربية هي أقرب الدوارج العربية إلى الفصحى. يمكن أن أعطيكم مثالا بسيطا، هو في المعجم وفي التركيب، ربما في الصوت يحدث هنا المشكل. أعطيكم مثالا بسيطا، مرة في دولة عربية أراد أحدهم أن يقول لي بأننا لا نفهم لغتكم المغربية أو لهجتكم المغربية. قال كنت مع مغربي وقال أريد أن أذهب إلى سوق الحوت. قال الحوت عندنا حوت كبير. قلت له بيننا وبينك القرآن، فضع القرآن حيث شئت. في القرآن الكريم لم يرد ذكر السمك وإنما ورد ذكر الحوت. قال فإني نسيت الحوت. ولم يقل نسيت السمك مع أنه يقصد السمك. قلت أيضا نحن نقول بالمغربية لحم طري وحليب طري، وأنتم تقولون حليب طازج ولحم طازج. والقرآن الكريم يقول تأكلون منه لحما طريا. أيضا نحن نقول الغرفة، هذا في كثير من الدارجة المغربية، الغرفة وهي البيت الذي يوجد فوق البيت الآخر. وفي القرآن الكريم يقول غرف من فوقها غرف، واللائحة طويلة حتى له. فلهجتنا أو عاميتنا أقرب إلى الفصحى من كثير من العاميات، ولهذا السبب لحد الآن وبحمد الله المغاربة أقوم لسانا بالنسبة للفصحى من غيرهم، إلى درجة أن نسمع أن المصريين على سبيل المثال حينما يتحدث باللغة الفصحى يقول يتحدث بالنحو أو يكتب بالنحو، بمعنى هناك شيء يعني غريب وغير مقبول. إذا اللغة وجود اللغة الدارجة عندنا ليست مشكلة في الاقتراب من الفصحى. قد يقال أيضا الأمازيغية. أيضا الأمازيغية ليست مشكلة، لأن العربية عاشت مع الأمازيغية أزيد من 14 قرنا، ولم يكن هناك أي إشكال على الإطلاق، بل كانت العربية حاملة للأمازيغية والأمازيغية حاملة للعربية. يبدو هذا من خلال التراث الضخم الأمازيغي المكتوب بالحرف العربي، بل هذا التراث الأمازيغي المكتوب بالحرف العربي الذي فيه قواعد اللغة العربية، حتى الأجرومية مكتوبة بالأمازيغية بالحرف العربي في منطقة ليست بعيدة عن هذه المنطقة. فضلا عن أن جل علماء المغاربة في مختلف العلوم بدءا من التفسير والفقه والحديث والرياضيات وغير ذلك جلهم أمازيغ ولم يكونوا عربا. فالأمازيغ كانوا حاملين للعربية والعرب حاملون للأمازيغية، ولم يحدث قط على الإطلاق أي صدام بينهما. وما مثال اليوسي في التاريخ القديم ومثال مختار السوسي في التاريخ الحديث إلا أكبر دليل على ذلك. إذا العربية الفصحى مع الدارجة ومع الأمازيغية أيضا الجميع يشكل هوية حضارية علمية ثقافية لهذا الشعب الأبي الأصيل. إذا أين المشكل؟ المشكل نحن ربما يمكن اختصارا أن نحصره في جانبين. الجانب الأول
في دارجة أو فيما يظن البعض أنه دارجة لهجة عامية مغربية، ولكن لا علاقة لها بالعامية المغربية على الإطلاق، وهي تلك اللهجة التي نسمع فيها كلمة للعامية و10 كلمات بالفرنسية. هذه الحالة المرضية في حدود تجربتي وتجوالي في عدد من البلدان لم أجدها في أي بلد على الإطلاق، لا البلدان العربية ولا البلدان الأجنبية. كل شعب وخاصة في هذا العصر الذي بدت فيه الوطنية عند الشعوب، حتى بعض الشعوب التي يعني لا يتجاوز عدد سكانها بضعة ملايين لا يستعملون، لا يفترضون من لغة أخرى إلا في الحالات المعروفة في الاقتراب فيما يعرف يعني في التعايش اللغوي وتطور اللغة. هذه اللغة التي هي خليط من كلمة عربية وكلمات بالفرنسية لا يقبلها حتى السمع. وكم يعني أكثر من مرة كان هناك بعض الزوار وبعض الأساتذة الأوروبيين الذين لا يعرفون العربية ولا العامية الدارجة، لكن حينما يستمعون إلى الحديث بالعربي باللهجة العامية يستمعون إلى كلمات بالفرنسية فيسألون: أما عندكم مقابل لهذه المفاهيم ولهذه المعاني بلغتكم؟ فلا نقول بلى، ولكن لماذا لا تستعملون؟ هنا الجواب ومن الطريف أن بعض الكلمات الفرنسية نستعملها دون وعي. مرة أستاذة ألمانية استمعت في جلسة يعني في المغادرة الطوعية تختصر بالDVD، قال يعني ليس عندكم مقابل لديبار موجود، إذا لماذا تستعملون؟ قلت له يعني استعمار فرنسي وكذا. سألت فخطر في بالي إذا كان ديبار فولونتير هو دي في، فما معنى دي في دي؟ سألت أستاذا بالفرنسية بجانب قلت: ما معنى هذا الدي الأخير؟ إلى ماذا ترمز؟ قال: لا أعرف. لأننا نستعمل ألفاظا وتعابير لا نعرف حتى دلالة. فهذا فضلا عن أن اللغة، لأن لكل لغة كما وقع في إشارة الأستاذ قبلي لها سماتها الجمالية في الصوت وفي المعنى وفي الدلالة. فاللغة العربية لها إيقاعها الصوت، اللغة الفرنسية لها إيقاعها الصوت، الصينية لها إيقاعها الصوت، الكورية لها إيقاع، وهكذا. حينما نخلط لهجة بلهجة أخرى أو لغة بلغة أخرى تضيع كل يعني يكون الضياع في دروب متعددة. الجانب الثاني باختصار أيضا حتى لا أطيل هو اعتماد اللغة الفرنسية في الدواليب أو في معظم الدواليب الرسمية، وهنا الإشكال إلى درجة أنه أصبحت العربية الفصيحة بالخصوص كما يقال رهينة المحدثين، الكتاب والقصة.